المهم هذا الفيديو تقدر تخلع شي وحدين حيت كتخصنا حنا كانسان. اشنو نقول في هذا الفيديو ديال اليوم؟ حيت الواقع اللي كنعيشو دابا تقدر تخسر خدمتك وفي اي لحظه. هذا الفيديو غادي يتنبهك باش تتفادى اي مشكل في المستقبل. واسمع معايا مزيان. ولكن قبل ما نبدا ندوزو سبونسور ديالنا اللي هو بيتكيت. ضروري غتكون سمعتي بها في مجال ديال الكريبتو، وهي التوب 5 في منصات ديال العملات الرقميه. واللي كنتي مبتدئ ولا محترف فراه هي ابليكاسيون سهله، حيت الواجهه ديالها في الاستعمال سهله بزاف وكتسهل عليك جميع عمليات ديال التداول. ومن الفوق الا تسجلتي من الرابط ديالي تقدر تربح حتى $40 غالا ما بغيتيش. نبداو على بركه الله. ايلون ماسك قال باللي الروبوتات ديال اوبتيميس غيكون اكبر منتوج في التاريخ ديال البشريه، والا كان عنده الصح ملايين ديال الناس غاديين يفقدوا الوظيفه ديالهم. شفنا فيديوهات كثار ديال الروبوتات وهما كيديروا اشغال ديال بنادم، كيقدروا يدويو ويمسحوا الطبالي ويسربيو الناس ويشطحوا ويضحكوا معاك بنادم صافي. ولكن لهاد الساعه باقيين ما كيتماشاوش بحالنا، كيلومتر واحد في الساعه ما كيفوتوهاش. الحمد لله هذه 100 عام والبشر كيحلم بالروبوتات. الفكره ديال البشر الالي مكننا نبنيو مدينه فاضله ولا دمار شامل ولا حتى الانقراض كانت كتحير الناس على الاقل من عام 1920. في هذا العام واحد المسرحي من تشيكوسلوفيا سميتو كاريل كابيك اخترع كلمه روبوت في واحد المسرحيه اللي سماها روسيمس يونيفرسال روبوتس. كلمه جايه من اللغه التشيكيه روبوت اللي المعنى ديالها هو العمل الاجباري، ومن بعد الكلمه اصلها من اللغه السلفيه رو اللي كتعني عبد. انا كنا كنفهموا ان الفكره ديال الروبوتات كياخذوا بلاصه بنادم ما جديداش، ومن شحال هذه الناس خايفين هذا النهار يوصل. ومن بعد المسرحيه كابيك الخيال العلمي بدا كيتعمق في المخاوف ديالنا، هذا الشيء على الروبوتات. 1927 الفيلم الالماني متروبوليس ديال فريتز لانغ ورا لينا واحد الروبو اللي تخلق باش الطبقه الحاكمه تبقى تحكم في المجتمع. داك الروبو كانت الخدمه ديالو انه يحرك المشاعر ديال العمال ويخلق العنف بيناتهم باش السلطه تبرر القمع اللي كيطرى بيناتهم. قوانين ديال الروبوتات في 1950 اسحاق ازيموف قدم 3 ديال القوانين في الروبوتات. القانون الاول الروبوتات ما خصهمش يأذيو البشر. القانون الثاني خصهم يطيعوا الاوامر ديال البشر الا تناقضت مع القانون الاول. القانون الثالث خصو يحامي على راسو الا ولا تعارض مع القانون الاول والثاني. ولكن هاد القوانين ديال ازيموف خلاو بزاف ديال الفراغات. واش اسئله مثلا شنو غيوقع الى الروبو بدا كيفسر القوانين بطريقته هو، وإلا غيروا ليه القوانين الاخلاقيه، ولا بدا كيامن بحوايج اللي كتناقض مع الافكار البشريه بحال الفيلم ديال ايروبو. في 2004 الفيلم ديال ايروبو اللي فيه ويل سميث ورانا الروبوتات اللي خاضعه دوك 3 القوانين اللي قلنا، ولكن الذكاء الاصطناعي ديالهم تطور بزاف ولاو باغيين يسيطروا على العالم. خصكم دابا تشوفوا التشابهات ما بين الاختراع ديال ايلون ماسك وهذا الفيلم، قريبا راه ما كاينش الفرق. وإلا تفرجتي ثاني فيلم ديال افنجرز حتى هو كيدوي على واحد الروبو خدام حتى هو بذكاء اصطناعي باغي يدمر البشريه كامله، حيت بالنسبه لي الانسان خطا بزاف. دابا ندوزو لتسلا والروبو اوبتيميس. 2021 تسلا عرضت الروبو اوبتيميس وايلون ماسك قال لهم غيكون متاح للجميع، وقال لك غيتباع ما بين 20,000 حتى $30,000 وغادي يكون اكبر منتوج في التاريخ. هاد الساعه اوبتيميس كيقدر يتمشى ولكن غير بشويه وما عندناش بزاف علاش نخاف. ولكن واخا هكاك العلماء متاكدين في المستقبل الروبو يقدر ياخذ اكثر من 75 مليون وظيفه. فدابا ندوزو الماضي ديال البشر الاليين. من السبعينيات اليابان كانت مركز ابتكارات الروبوتات. مثلا الروبو اسيم ديال هوندا صايبوه في عام 2000 كان كيعرف يمشي ويجري ويطلع حتى بالضروب وحتى يتعرف على الوجوه، ولكن التكلفه ديالو كانت غاليه بزاف. وفي 2018 تحبس الانتاج ديالو. الذكاء الاصطناعي والروبوتات العامه تسلا ماشي الوحيده اللي كاينه في الساحه، كاينه شركه بحال سانتكراي اي ضامن على تطوير الروبوتات الذكاء ديالهم كيشبه الانسان، ولكن هذا الشيء خصو وقت ومجهود باش نحققوا الذكاء الاصطناعي عام حقيقي. دابا نجاوبوا على السؤال اللي كتسناو فيه، واش خصنا نخافوا من هذا الشيء؟ بزاف ديال العلماء كيقول لك ان النقطه باش اننا نخافوا هو الذكاء ديال الروبوتات يفوت الذكاء ديال البشر ويوليو يحكمونا، وهذا الشيء بعيده بزاف تقدر عمرها توصل. ولكن التكنولوجيا ديال الروبوتات كتحقق تقدم كبير والذكاء الاصطناعي حتى هو كيتطور نهار على نهار، وهذا الشيء كامل كيعني انه ممكن. كنتمنى عجباتكم القصه، ديروا ابوني لاشين، خلي شي كومونتير و